ما حصل يا سيدي الكريم أنه السعودية عندما يعني صار هناك نوع من أخذ القرار الحاسم بدخول درع الجزيرة إلى العربية إلى البحرين له أسباب كثيرة، أهمها التهديد الإيراني الحقيقي والإنزال في البحرين. كيف؟ هل إيران كانت تنزل في البحرين؟ إيران كان عندها سيناريو إنزال حقيقي في البحرين يا سيدي. الإشكال أن لا نعرف ما الذي يجري على بحر الخليج. هل تعلم أن المناورات الإيرانية تبلغ 200 مناورة إيرانية في الخليج سنويا؟ هل تعلم أن هناك 42 صاروخ كان موجه إلى المنطقة الشرقية؟ الآن تقول أن قوات درع الجزيرة سبقت الإيرانيين بيوم واحد. كيف يوم واحد؟ بيوم واحد، لأن دخول درع الجزيرة كان يوم 14 كان دخولا احترازيا بدليل بماذا تفسر دخول 120 دبابة إبرامز؟ تعرف دبابة إبرامز هي أفضل دبابة في العالم، دبابة قتالية. البعض وخاصة التيارات الشيعية الموالية لإيران، وإيران تستخدم هذه اللغة، أن درع الجزيرة هو الذي يقتل الشيعة الآن وهو الذي يؤمن البحرين، وهذا ليس صحيح. نعم، أجهزة الإعلام الإيرانية والتابعة لها تضخ في مثل هذا ليس صحيح دكتور عبد العزيز، هذا ليس صحيحا. درع الجزيرة دخلت وقائيا، لأن درع الجزيرة ليس للتعامل المدني بل للتعامل العسكري. الذي يحمي البحرين الآن هو جيش البحرين إضافة لأمن البحرين والحرس الوطني. ولهذا عندما تدخل وترى في الشارع لا ترى جنودا خليجيين، لا ترى تعامل سعودي. يعني أنا أعلم مكان، أنا شخصيا وبعض متخذي القرار وغيرهم من المراقبين في البحرين يعلمون مكان درع الجزيرة في البحرين. درع الجزيرة لم يتحرك، درع الجزيرة بقي فقط كما يسمى باك اب، دعم وإسناد عسكري في حال حركت إيران. وإيران منذ ذاك التاريخ من 14 إلى اليوم وهي تهدد تهديد حقيقي، وهي تتحرك تحرك استفزاز عسكري واستفزاز ديني واستفزاز إعلامي لمنظومة دول مجلس التعاون.